الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لقد من الله علي بفعل الطاعات وترك المعاصي في الظاهر، ولكن ما إن أخلو بنفسي إلا وتنهزم وتخور قواي. هذا كلنا نقع فيه، والحقيقة الجواب سيكون حجة علي أنا، لأنه كلنا نقع في مثل هذه الذنوب في الخلوات. ولا يزكي العبد نفسه، ولكن يجب على العبد أن يجاهد. علاجك في المجاهدة وفي إحياء دفة المراقبة وميزان المراقبة في قلبك، فإن ربك الذي من أجله تركت الذنب والمعصية في الجلوة هو بعينه ربك في الخلوة، وإلا تكون فيك نوع رياء أو نوع نفاق، لأنك ما تركت الذنوب والمعاصي إلا خوف ذم الناس. وإنه لا بد أن نربي أنفسنا على ثقافة الحرام أعظم من تربية أنفسنا على ثقافة العيب، لأن من الناس من يربي أبناءه على ألا يفعلوا هذه الأفعال المحرمة شرعا، لكن يقرنها دائما بأن عيب ونبوك، عيب يا ونبوك، عيب ونبوك، فينشأ العبد وهو على ثقافة العيب أشد منه على ثقافة الحرام. فإذا يترك الكثير منا الذنوب والمعاصي أمام الناس لا لأنها حرام، لأنه لو تركها لأنها حرام ولأن الله يراقبه ولم يقم في قلبه في تركها أمام الناس إلا هذا الموضوع، لم يجد غضاضة في أن يتركها حتى وإن خفي عن أعين الناس، لأن القضية قضية حرام، والحرام في الجلوة هو الحرام في الخلوة، والرب في الجلوة هو الرب في الخلوة، ولا لا يا جماعة؟ لكن المشكلة عندنا أننا نغلب ثقافة إيش؟ ثقافة العيب، فإذا خفي عن أعين الناس ذهبت ثقافة العيب، ما عاد في عيب لأن ما عندي أحد يعيبني، فحينئذ لا يجد غضاضة في أن يقترف هذه الذنوب والمعاصي. فإذا علينا جميعا، ما أقول عليك أيها السائل، علينا جميعا أن نجاهد أنفسنا وأن نزرع جانب مراقبة الله جل وعلا في قلوبنا، فإنه من جاهد نفسه مجاهدة صادقة فإن الله سيعينه ويوفقه ويسدده ويهديه سبله. يقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم انظر أيها الأخ الكريم، ما سبب وقوعك في المعصية؟ السبب ما سببه؟ إذا كان ثمة أسباب توجب لك الوقوع في هذه المعصية اقطع هذه الأسباب. إذا كانت نفسك لا تستطيع أن تقف أمام شاشة الجوال، انتبه، لا تستطيع أن تقف أمام شاشة الجوال إلا وتدخل المواقع في الانترنت، يا أخي اقطع الانترنت من البيت، اقطع الانترنت من البيت، كلم أبوك، كلم أباك يقطع الانترنت من البيت، صارح أباك، اقطع أسباب المعصية عنك. فإنك إذا كانت نفسك في بدايات المجاهدة لا تستطيع فإذا يجب عليك أن تقطع أسباب المعصية عنك. أما أن تكون أسباب المعصية متوفرة مقدورا على استعمالها ثم تقول والله أنا كيف أعصي الله جل وعلا، فإن هذا والعياذ بالله يعني يصدق عليه كما يقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. فإذا هذه ثلاثة أشياء: المجاهدة الصادقة، أن تزرع ميزان المراقبة في قلبك، أن تقطع أسباب المعصية عنك، وأبشر بالخير. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عندي معصية خفية، وكلما عملت وأحسست بالذنب واستغفرت الله وأكثرت من العمل الصالح وتصدقت، ولكن ما ينبغي إلا أن أعود لتلك المعصية الخفية وأستغفر الله. هذا نفس الجواب. أحسن الله إليكم. لكن أبشر بخير، ما دام قلبك لا يزال يستهجن هذه المعصية فلا يزال في قلبك إيش؟ بصيص نور من الحياء، فهذا طيب، هذا طيب. لكن إياك أن تستمر وأن تستمرئ وأن تستجرئ حتى تستصغر فيذهب نور الحياء كما ذكرت في المحاضرة.